هو مين البطريرك المحروم؟ أحداث تاريخية هامة بتحصل للكنيسة المسيحية في القرون الأولى، القرن الخامس والسادس الميلادي. نسطور كان بطريرك للقسطنطينية في عام من 428 ميلاديا ل 431 ميلاديا. وجوده في البطريركية كان في ظل توترات واضطرابات دينية وسياسية كبيرة في الإمبراطورية البيزنطية، لكن في عام 431 حرموا مجمع أفسس المسكوني. بدعة نسطور كانت بتركز على فهمه اللاهوتي لشخص المسيح. كان يعتقد نسطور أن المسيح يجمع بين الطبيعتين الإلهية والإنسانية. هذا الفهم اعتبره بعض اللاهوتيين في الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية بأنه يناقض التعليم النيقية والمعتمدة في المجامع المسيحية القديمة. نسطور كان بيرفض تسمية العذراء مريم بوالدة الإله، ويرى أن والدة إنسان هذا الإنسان حل فيه اللاهوت، لذلك يمكن أن نسمي العذراء أم يسوع. ونشر تعليمه ده قسيسه أنستاسيوس، وأيد هو تعليمه ذلك، وكتب 5 كتب ضد تسمية العذراء بوالدة الإله، ويعتبر أنه بهذا قد